بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. فيديو النهاردة هو التشكيل المتوقع للنادي الاهلي امام الزمالك في مباراة القمة في الدوري العام الجولة رقم 14، وهنعرفك التشكيلة بتاعت مارسيل كولر اللي هيبدأ بيها النهاردة، وده متوقع بنسبة 95%. ما تنساش تعمل لايك وتحفزنا وتشترك في القناة، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من المشاهدات واللايكات. يلا بينا. والتشكيلة هي كالتالي: هو في حراسة المرمى محمد الشناوي، 4 في الدفاع. باك يمين خالد عبد الفتاح، باك شمال علي معلول، قلبين الدفاع رامي ربيعة ومحمد هاني، خط النص 2 حمدي فتحي واليو ديانج، 3 قدامهم حسين الشحات أحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشة، وفي الأمام راس الحربة اللي يعتبر وهمي وهينزل يعمل معاهم شغل تحت هو محمود عبد المنعم كهربا. وده التشكيلة، واكتب لنا في الكومنتات هي التشكيلة دي منطقية ولا لا. لو عندك تعديل قول لنا. يا ريت تعمل لايك كده وتحفزنا وتعمل سبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.